طبعا كلنا عارفين ان المراجعه النهائيه خلاص هي بقت على الابواب، ومن اول المواد اللي بتخلص في الشرح وبتبدا المراجعه النهائيه بتاعتها بسرعه وهي ماده العربي. زي ما كلنا عارفين ان العربي عليه اكبر درجه في الامتحان بتاع اخر السنه وهو 80 درجه. 80 درجه ممكن يحولوك تخش كليه انت كان نفسك فيها، وممكن يهبطوك تخش كليه انت مش كان نفسك فيها وتجيب مجموع قليل، مع انك انت ممكن تكون جايب في الدرجات الثانيه في المواد الثانيه عاليه وبيقفل وبص وكل حاجه تمام، بس تيجي في العربي تنقص 15 20 درجه زي ما بنسمع كده، تلاقي نفسك في مهب الرياح ومعرفتش تحقق حلمك. فوانت بتختار مدرس العربي في المراجعه النهائيه لازم تكون مركز كويس جدا جدا جدا، لان العربي زي ما قلت لك عليه 80 درجه وبيحتاج وقت كبير جدا اللي انت تذاكر فيه وتحل قطع نحو كتير وبلاغه، ودول اهم حاجتين انت لازم تكون متاسس فيهم في العربي اصلا، نحو وبلاغه. تكون طالع في الاسبوع حالل على الاقل 5 قطع نحو، وحالل على الاقل 5 قطع نصوص بلاغه، مدرب نفسك كده يعني من الاخر. وانا والله العظيم جاي في الفيديو ده ولا قصدي اشتتك ولا قصدي العب في دماغك ولا الكلام ده كله، انا بس جاي اوضح لك حاجه انا وقعت فيها ومش عاوزك تقع فيها انت كمان زي ما انا وقعت فيها زمان، جاي احذرك من نقطه غيرك وقعوا فيها ومش عاوزك انت كمان تقع فيها. فركز معايا كده واعمل لايك على الفيديو واشترك انت مش مشترك، وفوق معايا كده وهات كوبايه شاي لو انت لسه فطران او لو انت صايم في رمضان كريم يا عم الحاج، ويلا بينا نبدا الفيديو. الموضوع بدا معايا زي اي طالب عادي بيتكلم وبيقول يا جدعان مين احسن مدرس عربي يشرح لنا ثانويه عامه المنهج بتاعه على اليوتيوب ولا على المنصه ولا في السنتر، وتقريبا اغلبيه الاراء بتنحصر بين مدرسين، هو مستر محمد صلاح ومستر رضا الفاروق. وانا جاي في الفيديو ده اقول لك على شويه حاجات كده انا لاحظتها في مستر رضا الفاروق، ويعني والله العظيم انا لا جاي اقيم مستر رضا الفاروق ولا جاي اقول هو عمل ايه وما عملش ايه، انا جاي اقول لك حاجات انا مريت بيها، تجربه شخصيه عني انا، ويعني لو عاوز تاخد بيها خد بيها، ولو مش عاوز تاخد بيها اقفل الفيديو يا عم وقول انت بص مش هسمع الفيديو ولا هعمل ولا هتابع قناتك يا عم، انت ليك كامل الحريه تختار اللي انت عاوزه وتقول اللي انت عاوزه. وفي الاول في الاخر مستر رضا الفاروق على راسي، ويعني من اكتر المدرسين اللي انا يعني بحبهم جدا على المستوى الشخصي، بس يعني هو كل واحد بيبقى ليه اراء معينه واختلافات معينه، ويعني اختلاف الراي لا يفسد للود قضيه، ولولا اختلاف الاذواق لبارت السلع والكلام الجميل ده كله. ويلا بقى من غير ما نطول في كلام كتير نبدا في الكلام اللي انا عاوز اقوله. اكتر حاجه انا كنت مش واخد بالي منها في ثانويه عامه وبالذات في العربي مع مستر رضا الفاروق، وهي طول الشرح او طول مده الفيديو اللي بينزل فيها الشرح. ساعات كان بينزل فيديوهات بتوصل ل 8 ساعات و9 ساعات، حاجات كانت بدرجه اللي هي ايه زي ما بيقولوا مش تعجيزيه، هي ممكن تكون بتاخد منك الوقت لدرجه كبيره جدا. انا يا عم كنت بسرع السرعه، كنت بخلي السرعه على 1.5 ماشي، بس اقسم بالله من كتر مثلا الحاجات، انا كنت من الطلاب من النوع اللي ما بعرفش اقسم الحصص، دي حاجه انا ما كنتش بعرف اعملها، فكنت بحتاج ان الحصص تكون مدتها مثلا ماكسيمم 4 ساعات 5 ساعات، انما ما يكونش الستارت بتاعك من 6 ساعات وطالع، فدي كانت حاجه بتجنني وحاجه بتعصبني جدا وحاجه بكون شاغل بالي بيها، وازاي اخلص الفيديو ده وازاي هخلصه في يوم. وانا من النوع الطلاب اللي بكون حابب لما ابدا في الحاجه اخلصها في وقتها، بدات في شرح النهارده حصه كذا اخلصها النهارده، لو على موتي والله اخلصها النهارده، لا في بقى اجل لبكره ولا مش عارف ايه، بحس ان انا كده راكمت، وانا اكتر حاجه بكون متضايق منها ان انا راكم اي حاجه. فهي الفكره في اللي انت هي زي ما بيقولوا كده اختلاف اراء. انا كانت اكتر حاجه بتضايقني مع مستر ده الفاروق ان الفيديوهات بتاعته طويله، ما اكتشفتش ده غير في اخر السنه، وحسيت ان انا هتسوح، او بمعنى اصح حسيت ان انا مش هعرف اقدر ان انا الم الفيديوهات مع ورا مستر رضا الفاروق. هلاقيه منزل في الاسبوع 3 4 فيديوهات، كل فيديو 10 ساعات، خلاص انا كده لبست في 50 ساعه في الاسبوع مش عارف اعمل فيهم ايه، لو تعبت في يوم خلاص كده الحمد لله الفيديو ضاع عليا. فهذه الفكره ان انا خلتني ابعد عن مستر رضا الفاروق في المراجعه النهائيه واتجه لمستر محمد صلاح. انت بقى تيجي تقول لي يا عم انت شتتنا، يا عم انت ازاي تقول كده على مستر رضا الفاروق؟ والله يا ابني انت زي اخويا الصغير وانا بنصحك لله. انت دلوقتي شايف ان الموضوع بتاع مستر رضا الفاروق هيطول في فيديوهاته وهتحس ان انت مش هتعرف تجيب ورا مستر رضا الفاروق، مش هتعرف تواكب ولا تعرف تدي زي ما هو بيديك، اعرف ان انت كده مش ده المستر اللي هيخليك تجيب درجه حلوه في اخر السنه. انا عارف ان مستر رضا الفاروق شرحه كويس جدا، وعارف ان مستر محمد صلاح شرحه كويس جدا برضه، بس انت بتختار بين الاثنين على حسب ايه اللي هيناسبك مش ايه اللي هيناسب المدرس. المدرس بيشرح لعدد كبير جدا من الطلاب لكن هو مدرس واحد، لكن انتوا طلاب كتير باختلاف اراء باختلاف ادمغه، فانت نقي اللي يناسبك كطالب، ما تنقيش المستر اللي بياخد عنده عيال كتير او طلاب كتير. انت فاهم وجهة نظري؟ طبعا انت دلوقتي هتقول لي ازاي هعرف ان مستر رضا الفاروق بينزل فيديوهات طويله السنه دي؟ هقول لك ببساطه، هتلاقي في طلاب غيرك اشتركوا في المنصه واشتركوا في المراجعه النهائيه، هتسالهم لو انت عارف واحد منهم، هتقول لهم مستر رضا الفاروق الفيديوهات بتاعته كده ايه؟ 5 ساعات 6 ساعات يا عم، خش وارمي وبص وعاوزك تودي بقلب جامد.
وباذن الله كده تطلع في اخر السنه تقفل وتجيب يا عم 80 من 80 في العربي. لقيته بيقول لك 10 ساعات و11 ساعه والكلام الخزعبلي ده. انت وبقى يعني انت شوف انت تختار ايه. انت عاوز يا باشا وجايه معاك وعاوز تجيب وقادر، خش وبص وولع الدنيا زي ما بيقولوا. لو مش جايه معاك ومش قادر خلاص، رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. عندك مستر محمد صلاح فيديوهاته بتبقى قصيره الى حد ما، وبيقسمها لك كنصوص ونحو ومش عارف ايه. ساعات مستر رضا الفاروق بيدخل كله في فيديو واحد، فدي كانت حاجه برضو اللي هي ايه، هي ممكن انت تقول هي وايه الفرق ومش عارف ايه، بس الواحد نفسيته بتبقى مرتاحه لو خلص فيديو خلاص انا كده خلصت فيديو من اللي عليا. انت فاهم قصدي؟ فيعني هي كانت تفكير، هو ده كان تفكيري ساعتها. انا بس حبيت اشاركه معاكم ومش اكتر ولا اقل. انتوا عارفين انا برتاح في القناه وبرتاح ان انا اتكلم معاكم. طبعا انا الفتره اللي فاتت دي كانت في ظروف صحيه مر بيها والدي، كنت منقطع على اليوتيوب، ما كنتش بنزل فيديوهات كتير. يعني باذن الله الفتره الجايه نكون منتظمين في الفيديوهات. وبس كده الفيديو بتاع النهارده خلص. مش هعمل لك على فيديو واشترك انت مش مشترك، وسلام.